هذا الحلا دمار وإدمان، أي واحد يجربه راح يستمر عليه لأن راح يصير مدمن عليه. حلا كل سهل بالقهوة، سهل وسريع وطيب. تعال شوف طريقة التحضير. عندنا كوبين ونص من الحليب، ننزل عليهن 6 ملاعق كبار من السكر، والسكر اختياري. نص ملعقة أكل قهوة سريعة الذوبان، 1.5 ملعقة طحين. على كل كوب حليب نخلي ملعقة طحين، ونخلطن كل زين. نروح نضيف عليهن ظرف علبة من القشطة وظرف من الفانيلا، وهمتين نخلطهن على البارد ونخليهن على النار لحد ما يتماسك عندنا وتذوب كل المكونات ويصير قوامه ضخين مثل قوام الكاستر. ومع التحريك المستمر أكيد هنا عندي خذ القوام الضخين. وبالبايركس راح نحضر طبقات البسكت أو الكيك ونقمسهن بالقهوة، مي وقهوة مذوبتها. وهنا راح أصفط لطبقة من البسكت وأنزل عليها شوي من خليط القهوة. وهمين راح أسوي طبقة ثانية، وتقدرون تخلون كابتشينو إذا ما عندكم قهوة، وإذا ما عندكم كابتشينو تقدرون تستبدلونه بالكاكاو، بس بالقهوة راح يصير عندكم دمار رهيب. واكيد هنا راح نسوي بهاي البايركسات اللي تكون صغار، سهلات وبسيطات وحلوات بهن التحلية. اذا اول مرة تشوفون صفحتي او قناتي دخل عليها وشوفوا فيديوهاتي، ان شاء الله راح تعجبكم. تابعوني وخلوا لك سبلور حتى استمر. وهنا أنا عندي شوية من القهوة سريعة الذوبان على الوجه، وهو خليها شوية تذوب على الحرارة مالت الخليط، واحركها حتى اسوي بيها هاي الخطوط المموجة. هاي القهوة على الوجه هاي اختياري، تقدرون تضيفون كاكاو، جوز الهند، تتركونها سادة عادي. ندخلها الثلاجة نص ساعة ساعة لحد ما يبرد عندي تماما. وشوفوا لي شكلها يجنن. اللي يجربها مرة ما راح يستغنى عنها، راح يعيدها يوميا، وبالذات إذا سويتوها لأطفالكم راح تتندمون لأن سويتوها وما حد راح يخليكم بحالكم. يوميا تدخلين للمطبخ ويوميا تسوينها. ليش بعدكم ما مخلي له قلب ولا متابعة ولا سبلور؟ خلولي، لا هاي الحلة دمار. سووها ودزوا لي صورها بالتعليقات.